السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عمركم جربتوا محشي خس؟ الطعم ده مفاجأة حقيقية. لو فاكرة إن المحشي كرنب وورق عنب وكوسة وفلفل وبتنجان، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للآخر. أسرع وأخف محشي ممكن تعمليه، ومحشي خس يجنن. محشي منسي بس طعمه بيكسب الكل. النهاردة هنعمل محشي خس خفيف وطري وطعمه لذيذ ومختلف عن أي محشي تاني. لو أول مرة بتسمعي عن محشي الخس، احفظي الفيديو ده عندك وجربيه. اعمليه مرة وصدقيني هيدخل في جدولك على طول. نسمي الله. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر، متنسوش تعملوا إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضنا الفيديو مع بعض. بسم الله. بصوا بقى، أنا جايبة ورق خس جميل ازاي واخضر وجميل. اهم حاجة نختار الخس الطري ونغسله طبعا كويس، ودي اهم خطوة عشان يطلع مظبوط. وغالية مية في الحلة، غليتها كويس وجبتها جنبي هنا احط فيها، لان المحشي ما ينفع الورق الخس ما ينفعش نسلقه زي الكرنب وورق العنب كده، لا. احنا يا دوبك بس بندبله في المية السخنة ونشيله في ثواني على طول. مجرد بس ان هي عشان الورقة يهدى كده وتبقى الورقة طرية في ايدينا، نعرف نلفها. بصوا، انا مجرد يا دوبك انزله في الميه واشيله على طول. بس اهم حاجه وانتوا بتختاروا الخس بتاعكم، يبقى اهم حاجه الخس يكون طري، عشان يبقى ورق المحشي بتاع الخس مسكر وجميل. بصوا، وطبعا يدرسي كويس الاول وبعد كده نجيبه ونعمله في الميه السخنه دي. بصوا يا دوبك بس يتدبل كده، انا مجرد بدبله بس واشيله على طول. بس لون الخس جميل ازاي، اخضر وجميل وزي الفل. نطلعه كده واحدة واحدة بقى ونسيبه يبرد على ما نجهز الخلطة بتاعتنا الجميلة. أنا هعمل لكم النهاردة خلطة محشي جميلة. بصوا، أنا خلصت الكمية كلها، هسيبه بقى يبرد كده. بصوا شكل الورقة جميلة ازاي، خضرة وجميلة، والتقطيعة بتاعتها جميلة. أنا قطعة من آخر الخساية كده بالسكينة الطرف بتاع الخس. هبدأ بقى في حلة على النار أحط فيها شوية زيت ومعلقة زبدة حلوة كده، عشان تطعم المحشي بتاعنا وتخلي طعمه جميل. واول ما الزبده تسيح معانا، هنزل عليها بالبصله بتاعتنا. انا مقطعه بصلايه كبيره. اول ما السمنه تسخن بس شويه كده، هنزل بالبصله بتاعتنا. انزل بقى بالبصله بتاعتنا واشوحها كده تشويحه كويسه كده. انا النهارده هحمر البصله شويه عشان عايزاها تدي طعم المحشي بتاعنا وتخليه طعمه حلو. بصوا بقى البصله احمرت وبقت جميله ازاي. انا عايزاها بقى بدرجه اللون دي، حمر فيها كده شويه كمان. وابدأ بقى، انا مجهزة ضربة طماطم في الخلاط ومجهزاها. هبدأ بقى انزل عليها بالطماطم الجميلة بتاعتنا. انا ضربة طماطم وحاطة معاها كيس صلصة في الفريزر من اللي انا مخزناه. وطبعا مع الطماطم وانا بضربها حاطة قرن فلفل احمر من اللي انا مخزناهم برضو في الفريزر. بضربهم مع الطماطم، بصي مخليها الطماطم حمرا وجميلة ازاي. الطماطم مادام حمرا كده هتخلي المحشي بتاعنا احمر وجميل، ويبقى لونه جميل وهو بيستوي بقى وكده، وهو بيتاكل يبقى لونه جميل وطعمه حلو. بص بقى، سبتها تتسبك شوية كده، وهبدأ بقى أبهرها بالبهارات بتاعتنا الجميلة. هنزل عليها بقى بمعلقتين ملح حلوين، ومعلقة كمون كبيرة، معلقة كبيرة حلوة كده، ومعلقة فلفل أسمر كبيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، ومعلقة السبع بهارات. يعني كده نزلت عليهم فلفل وكمون وسبع بهارات وكزبرة ناشفة. كل التوابل اللي عندي حطها بتدي نكهة جميلة للمحشي. والمحشي عامة بيحب التوابل الجميلة كده. كل ما تخدميه في التوابل وتحبشيه يطلع طعمه زي العسل.
بس بقى سيبها بقى تتسبك كده مع نفسها شوية حلوين كده بالتوابل الجميلة بتاعتنا، واغسل بقى الرز والخضرة وأقطعه. بص بقى هي اتسبكت وبقت جميلة ازاي. مادام الزيت يفصل عن الصلصة تعرفي ان الترجيعة بتاعتنا اتسبكت. وده كيلو رز انا غسلاه ومصفياه غسلاه كويس. طبعا انتوا عارفين غسيل الرز لازم نغسله كويس عشان يخلي المحشي بتاعنا مفرفر وحلو. ده كيلو رز كامل، وبدول 3 ربط خضرة، كزبرة وبقدونس وشبت، ومعاهم البصلاية الجميلة دي هقطعها دلوقتي على المحشي. على الرز هتدي نكهة جميلة وهو بيستوي، تدي نكهة زي العسل كده، بتخلي المحشي ريحته يروح في حتة تانية ويملى المطبخ كله روايح جميلة كده. بصوا انا قلبت بقى الطماطم بالصلصة بتاعتنا مع الرز كويس قوي عشان لما اجي احط الخضرة يبقى كله متقلب. بصوا لون الرز جميل واحمر وجميل ازاي. هقطع بقى البصلة دي قطع صغيرة خالص، انا عايزاها قطع صغيرة قوي عشان ما تبقاش في الصوابع كبيرة، تبقى في الصوابع قطع صغيرة كده. دي بخلاف البصلة اللي انا محمراها. طبعا دايما البصلة النية مع المحشي بتدي طعم وريحة جميل، بتخلي ريحة المحشي جميلة بجد، بتخلي المحشي مسكر كده وجميل. قطعها بقى، والخضرة دي طبعا غسلاها كويس، وبعد ما غسلتها قطعتها وحطها في المصفى برضه عشان لو فيها اي مية تاني تنزل منها. انا قطعت بقى البصلة هديها تقليبة كده مع الرز، والروايح بتاعته جميلة. انزل بقى بالخضرة الجميلة بتاعتنا واقلب بقى الخلطة دي تقليبة حلوة كده. اقدمها بقى في التقليبة، ادمج كل الحاجات دي في بعضها، اخليها كلها كده تتجانس مع بعضها. صدقوني لو اول مرة بتسمعي عن محشي الخس ده، صدقيني الفيديو ده هيخليكي تعمليه وتجربيه، وهيبقى الفيديو ده والطريقة دي هتبقى تتحط في جدولك على طول، هتعتمديه على طول ويبقى دي طريقتك المفضلة. ولازم في كل سنة في موسم الخس لازم تعملي مرة أو 2 خس إن شاء الله. بص بقى أنا خلصت الخلطة قلبتها كويس ونزلت بقى فيها في طبق تاني عشان بقى هلف المحشي في نفس الحلة اللي أنا عملت فيها دي. مش هجيب حلة تانية، أنا هعمل في نفس الحلة دي. بصوا هجيب بس ورقتين من الخس كده افردهم في أرضية الحلة عشان برضو أضمن بنسبة 100% إن المحشي ما يلزقش في الحلة. هو كده كده مش هيلزق في الحلة دي، بس أنا برضو بحب أحط ورقة كده، لو كرنب بحط ورقة كرنب، لو ورق عنب بحط ورق عنب، لو خس بقى قلت أحط برضو ورقتين خس. حط ورقة كمان كده في النص. وأنا بقى مقطعة طماطماية كبيرة وبصلاية وقرن فلفل كبير، مقطعة الحاجات دي كلها طرنشات كده. بصوا وحط عليهم شوية بهارات حلوين كده يطعموهم ويخلي ريحتهم جميلة، وهقلبهم بقى وادعكهم في بعض كده وافرش فيه بيهم أرضية الحل. دول بقى بيخلوا المحشي يروح في حتة تانية وريحته تبقى خطيرة، بيخلوا المحشي سكر زيك يا سكر كده. بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا حبايبي. بصوا الجمال والألوان الجميلة بجد قمر. أبدأ بقى ألف الحلة بتاعتنا الجميلة واحدة واحدة كده. طبعا نلفه بالراحة خالص لأن الورق الخاص بيبقى طري، فنلفه بالراحة خالص عشان ما يتقطعش مننا ويدي نتيجة ناجحة في الآخر. بصوا بقى الصباع كده، بصوا شايفين الجمال، شايفين القمر بتاعنا، بجد صباع محشي يجنن. بص الورقة جميلة ازاي. بص بقى بنعمل بنلف على الناحية اللي خشنة مش الناحية الناعمة اللي بتلمع. الناحية الناعمة اللي بتلمع من الورقة بنخليها بره، زي ورق العنب بالظبط، بنخلي الناحية الناعمة بره وعشان يبقى بعد ما تستوي تبقى بتلمع وشكلها جميل. الخشنة دي لجوه. احنا بالنسبة لنا ورق الخس هو كله ناعم بس في ناحية بتلمع اللي هي جوه الخاصة، من جوه نخليها دي اللي بره الخاصة نشقلبها يعني. بصوا جميلة الخلطة بتاعتنا جميلة
والورق أجمل والصوابع أجمل وأجمل طبعا. بص شكل الصوابع جميلة ازاي، والناحية الناعمة اللي بره بتلمع وجميلة بجد، بتبقى تحس ان فيها زيوت كده وجميل. بصوا انا خلصت اول رصة كده في الحلة، بصوا جميلة ازاي، شكل المحشي خطير بجد، جميل جميل بجميل بجد، والخلطة اجمل واجمل، الحشوة سهلة وبسيطة، وبصوا النكهة جميلة ومظبوطة. بصوا انا خلصت لف الورق الحلة كلها، بصوا الشكل بتاعها جميل ازاي، بس النتيجة تحفة، حلة محشي جميلة وتجنن، وهتعامل معاها على إنها زي ورق العنب بالظبط. بصوا قطعت 4 ليمونات شرايح، قطعت كل واحدة كده 2 أو 3 شرايح، وهحطهم على وش الحلة بتاعتنا. حلة ورق الخس، حط عليها الليمون أوزعه كده، هيديها نكهة جميلة ويخلي طعم المحشي بتاعنا تحفة. ومعاه بقى 7-8 فصوص توم كده، طبعا التوم ده انا عيناه في الفريزر، طلعت قيمة 7-8 فصوص وارصهم على الوش كده، بيدوا نكهة جميلة بجد قوي، بيخلي المحشي يروح في حتة تانية، بيبقى أطعم والله العظيم من ورق العنب، جربوه صدقوني. بصوا الشكل بتاعه، الحلة بجد لوحة جميلة جميلة جميلة، والرصة جميلة وشكلها جميل ازاي، بجد الشكل جميل والطعم هيبقى أجمل وأجمل. بص أنا بقى طبعا عندي شوربة لحمة معلقة عليها تغلي عشان أزيد بيها المحشي بإذن الله. بصوا بقى بزيد كده واحدة واحدة كده، الشوربة بتاعتنا غليت وبزيد بيها بالراحة كده، أنزل كده بالكبشة بتاعتنا بالراحة عشان ما أقلقلش الصابع من مكان. أزيده زي ما بزيد الكرنبة بالظبط، نفس المقدار الشوربة، يا دوبك بس أوصل لآخر صف كده، مخليش الشوربة تطلع عليه، وهز الحلة طبعا الهزة البسيطة بتاعتنا دي عشان الشوربة تنزل قاع الحل. هو محتاج كمان كبشة شوربة كمان كده، زودها كده كبشة كمان، وهزها كده هزة كمان. هي كانت ورقة اللوري وقعت فأنا شلتها، وأجيب بقى الطبق الاستانلس بتاعنا المعتمد بتاعنا اللي بحطه على وش الحل عشان يمنع ان الصوابع تتقلقل من مكانها وتفك، وغطيتها بقى وسبتها كده تغلي. بص بقى دخلت في الغليان، اشيل بقى الطبق كده، مهمته انتهت خلاص، اركنه على جنب بقى. بصوا شكل الحلة جميل، والمحشي بيغلي شكله عامل ازاي، فما بالكوا بقى الريحة أجمل وأجمل وأجمل، والله العظيم الريحة مالية المطبخ كله، ريحة محشي جميل بجد، والصوابع شكلها جميلة وزي العسل ازاي، بجد مسكر وزي الفل. صدقيني لو جربتيه مرة خلاص مش هتعتمدي الطريقة دي على طول، مش هتبطلي تعملي ورق خس. بصوا بقى ودخل في السوا جامد ازاي، بصوا الليمون مدي نكهة جميلة مع التوم، مدي نكهة بجد حلوة قوي، بيخلي ريحة المحشي جميل جميل جميل. أوطي عليه كده واسيبه، وطيت عليه خالص واسيبه بقى يستوي منه فيه. بصوا بعد ما دخل في السوا خالص بقى الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. بصوا طلعت صباعه وهو لسه على البوتاجاز، هو لسه على البوتاجاز. بصوا الورق الخاص مستوي والرز احمر وجميل ومفلفل ازاي، شايفين الرز عامل فيه ايه جوه، مفلفل خالص، بجد جميل يستاهل بقكم. بصوا جميل 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 بجد، احلى حلة محشي عملتها، اه والله العظيم، واطعم محشي انا بحبه محشي ورق الخاص، لو قلت لكم بحبه اكتر من البدنجان والكوسه مش هتصدقوني. هي استوت بقى الحله بتاعتنا وحطيتها على الرخامه، وهبدا بقى اشيل الليمون ده، انا مش محتاجاه، مهمته خلاص كده انتهت. هشيله بقى، هو بيبقى دايب وجميل على فكره، اللي عايز ياكله كده ياكله، انا ولادي عندي بياكلوا الليمون ده كده. التوم طبعا هسيبه جميل،
بيتاكل مع المحشي طعمه حلو وجميل، بيبقى مستوي وجميل. اركن بقى الليمون ده خالص كده، وابدأ بقى اغرف المحشي بتاعنا الجميل. شايفين الجمال؟ شايفين القمر بتاعنا؟ الصابع كلها نازلة متماسكة وماسكة نفسها وجميلة وبتلمع ازاي. بصوا، شايفين الجمال بتاعنا؟ أحلى محشي، والريحة بتاعته تجنن، والله العظيم الريحة تجنن. بصوا الكمية اللي أنا عاملاها، وفي الحلة في كمان، يعني ما شاء الله الحلة لسه فيها كمان. بصوا، والخلطة اللي تحت دي بقى لو قلتلكوا ولادي بيتخانقوا عليها مش هتصدق. الخلطة البصل والطماطم والفلفل اللي في أرضية الحلة دي شاربة من ورق الخس والخلطة كلها، طعمها بجد يجنن، أطعم من المحشي كمان. بصوا الشكل بتاع المحشي جميل ازاي، بألف هنا وشفا يا رب الكل اللي ياكل. وبص الصابع من جوه عاملة ازاي، بص الصباع، الرز مفلفل وجميل وأحمر وزي الفل. الرز والله شكله يجنن. بص جميل بجد بجد، بألف هنا وشفا لكل اللي ياكل. صدقيني لو أول مرة تسمعي عن محشي خاص، احفظي الفيديو ده عندك وجربيه واعمليه مرة وهيدخل في جدولك على طول. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. استنوني في وصفات تانية أنواع محشي مختلف. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.